ولذلك لما النبي كان قاعد مع سيدنا أبو بكر ذات يوم، دخل أحد السفهاء فسب أبو بكر فسكت أبو بكر، ثم عاد السب فسكت أبو بكر، ثم عاد السب فرد أبو بكر، فقام النبي من هذا المجلس فجرى وراءه أبو بكر: لماذا كنت يا رسول الله؟ قال له: يا أبا بكر، إنه لما سبك أول مرة قيض الله لك ملكا يرد عليه، ولما سبك مرة ثانية قيض الله لك ملكا يرد عليه، فلما سبك الثالثة ورددت أنت عليه ذهب الملك وقعد مكانه شيطان، فكرهت أن أجلس في مكان فيه شيطان. ذهب الملك وقعد مكانه شيطان، فكرهت أن أجلس في مكان فيه شيطان. يا سلام، ده النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء. النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء.